الناس في العطاء أنواع. في نوع صعب يدي مهما أخد. لما يديك تحس كده كأنه بيقطع حتة من جسمه. النوع ده بخيل في كل حاجة، مش بس في الفلوس. ده بخيل في المشاعر، قاسي في إحساسه وجاحد للمعروف، وعمره ما بيلاحظ انت بتديله ايه، وبيعتبره فرض عليك، ويغضب منك لو وقفت شيء اتعود ياخده. وفي نوع بيدي قد ما ياخد. العطاء عنده مقابل العطاء، المصلحة قصاد المصلحة، المشاعر قصاد المشاعر، الاهتمام رد فعل الاهتمام. لكن لو وقفت يوقف، لأنه بيخاف جدا إن حد يستغله ماديا أو عاطفيا، ويحب يبان قوي وناصح وعارف مصلحته. فمحدش يضحك عليه، وليه حدود، وصعب يكون تلقائي وعلى طبيعته، لأن كل حاجة عنده بحساب. في ناس بقى بتدي لكن بمشقة، ويكون صعب عليها بس بتجبر نفسها تعمل الصح حتى ولو بدون مقابل. مش بيكون سعيد ولا راضي بأنه يدي، لكن قيمه الأخلاقية بتمنعه أنه يبخل، فبينفق ماديا ويساعد وهو مش عايز، ويدي حب واهتمام وهو بيضغط على نفسه، لحد ما ده يبقى جزء من شخصيته وأسلوب حياة بيعيشه وما يقدرش يتخلى عنه. في نوع بقى حاجة تانية خالص، تحس الدنيا بتزهزه لما يكون قريب منك، وتشوف كل حاجة بتضحك من حواليك، وجوده بهجة وبيحلي أيامنا، لأننا بنكون دايما مطمنين في وجوده. النوع ده بيدي عشان بيحب يدي، بيساعد عشان بيحب يساعد، بيهتم لأن هو طبيعي طول الوقت مهتم، عنده ثراء روحي مش عادي. تحس إنه هو بيدي أي حاجة، بيدي من روحه، بيدي من قلبه، بجد فرحان ومبتهج وعايز يدي أكتر، وكأن اللي عنده ما بيخلصش. بيبقى غني في المشاعر وفياض في الاهتمام، وبينفق ويساعد أي محتاج وكأنه هو اللي محتاج، وممتن للي قدامه عشان بياخد منه. الناس اللي من النوع ده مش بس بيحلوا أيامنا، لكنهم بيبقوا سند وظهر، ولما بتحتاجهم من غير مقدمات هتجري عليهم، وانت واثق انهم مش هيخذلوك. أقل وقت معاهم في حد ذاته حياة، لأن الخير اللي بيزرعوه جوانا ملوش حدود. كلمة شكر أو امتنان ليهم بتضاعف طاقتهم، وبتخليهم يعملوا أضعاف ويهتموا أضعاف. أبسط حاجة بتفرحهم وأقل تشجيع بيشوفوه فضل عليهم، لأنهم دايما نفوسهم غنية وقلوبهم راضية وعمرانة بالحب وبالطيب. وفي نوع مش بس بيعمل لنا كل حاجة حلوة وهو سعيد وعايز يعمل أكتر، لكنه كمان عامل حسبة مع ربنا، بيعتبر كل عطاء بيديه تعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. مش مستني أي حاجة، ولا خايف اللي عنده يخلص، ولا قلقان من إن حد يستغله، ولا بيدور على أي مقابل. هو واثق في كرم ربنا، وعارف إن مكافئته عند ربنا. كل مال بينفقه أو علم بيعلمه، وكل حب واهتمام بيقدمه، بيكون شكر لله وطمأنينة بيه، ورغبة في الإخلاص في كل حاجة بيقولها أو بيعملها. في واحد ما عندوش وبيدي، ومش قادر وبيساعد ويهتم وبيساند، ودي درجة عالية من الكرم. واللي بيدي وما عندوش أغنى بكتير من اللي يقدر وما يديش. العطاء مش بس فلوس، العطاء كمان في الحب والاهتمام، في المشاعر، في العلم، في السعي في حوائج الناس. الناس في العطاء أنواع، وانت اللي بتختار أي نوع تكون.